مساء الخير أعزائي المشاهدين. تغطية أخرى خاصة للأوضاع والتطورات في محافظة الحسكة وكوباني. طبعا مع الزميل شورش درويش. تحياتي زميل شورش. تحياتي دكتور لك ولمتابعي المركز. بيان وزارة الدفاع السورية أخيرا موافقة على تمديد الهدنة. وزارة الدفاع تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما دعما للعملية الأمريكية بإخلاء سجناء داعش. تعليقك يعني ما كنت تتوقعه؟ يعني التمديد كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مسألة التمديد، لكن كان هناك كثير من القلق أنه يعدلوا عن رأيهم. التمديد إجا من وزير الخارجية التركي. البارحة صرح السيد هاكان فيدان بأنه سيتم تمديد الهدنة لنقل سجناء داعش. نفس الكلام تماما كررته وزارة الدفاع. ما بدنا نقول هذا يؤكد على أنه هناك شيء أعلى من التنسيق بين تركيا ودمشق، لكن الهدنة بحد ذاتها كنا نتمنى أن تكون لفترة أطول تمتد حتى آذار المقبل. يمكن حكينا البارحة عن هذا الموضوع، موضوع التمديد. اليوم انحكى صباحا حسب فرانس بريس عن أنه سيجري التمديد كشهر، شهر كحد أقصى، لكن 15 يوم كافية أيضا لالتقاط الأنفاس وتبريد الجبهات إذا كانت دمشق والراعي الأمريكي الضامن الأمريكي مصر على إنجاح فترة الهدنة لإنتاج حل سياسي عادل وللسير في تنفيذ خطوات اتفاقية 18 يناير. أنا باعتقادي رح نكون أمام فرصة طيبة. أما إذا بقيت الاستفزازات العسكرية وطوق الحصار على كوباني، فهذا ممكن يستصحب الكثير من المظاهرات في ألمانيا، في أوروبا، في كردستان الشمالية، في كردستان الجنوبية، وبالتالي سيكون في كردستان العراق وفي داخل تركيا نفسها، وبالتالي ستحدث الكثير من التفاعلات الرافضة لفكرة الحصار. ما ننسى أن كوباني كمنطقة مقاربة لوضع السويدة، والسويدة تطلبت قرار من مجلس الأمن في نهاية المطاف بعد شهر أو أكثر من حصارها. تم كسر الطوق بشكل جزئي عن المحاصرين في تلك المحافظة، وكانت شروط الحياة صعبة جدا. الآن هناك فرصة لكسر الطوق عن كوباني من خلال التفاوض خلال الأيام المقبلة بين دمشق وقسد برعاية أمريكية. يمكن التخفيف من ذلك. لا، الأمم المتحدة لديها خوف من تفاقم الوضع الإنساني، من كارثة إنسانية موجودة في كوباني. هناك خوف أيضا من حدوث مناوشات واشتباكات، خاصة أن تلك الجبهة مفتوحة على على مصراعيها. لا يوجد ما يضبطها. هناك خوف أيضا من تمدد قوات دمشق باتجاه بعض المناطق لفصل مناطق في الجزيرة، وبالتالي إقامة وضع ما قبل الهدنة، وهو أمر أيضا سيجابه بالنار. يعني ستصد القوات الشعبية أو قوات سوريا الديمقراطية، سميها ما تشاء. يعني هناك حالة صارت أكبر من قسد داخل المنطقة، يعني المنطقة المتواجدين فيها الكرد بطبيعة الحال. هذا بياخذنا للسؤال الثاني: هل المهلة سينشط فيها المبعوث الأمريكي؟ هذا هو أساسي. ما موقف الولايات المتحدة؟ لاحظنا كثير مواقف متقدمة. فرنسا اليوم حكت، ماكرون حد الخارجية الفرنسية تحدثت عفوا بكلام أنه لن نسمح لأحد يمس بشركائنا الكرد. الولايات المتحدة هناك أنفاس داخل مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبالتالي الكونغرس كله في حالة من المراجعات لما تم تأكيده. أيضا في مخاوف من مسألة داعش أنه تظهر في وقت أبكر من المتخيل. ممكن نحكي عن النقطة فيما بعد، لكن الأهم عندي هو تثبيت الهدنة، ترحيب قوات سوريا الديمقراطية بالهدنة، واعتبار وقف إطلاق النار يجب أن يكون نهائي خلال فترة الهدنة، الالتزام على الأقل، من شان نحكي بمسألة الثقة. يعني كيف تثق بهدنة قائمة على أساس النار؟ إذا ما معنى الحرب؟ الحرب قائمة على أساس القصف والضرب والحصار. فإذا كانت الهدنة بهذا الشكل، كيف ستكون الحرب؟ نعم. كان من المأمول أن يصل توم براك إلى دمشق بعد أن غادر أربيل. لم يصل بعد، يعني لم يعطي للحكومة المؤقتة هناك الرد الرسمي من جانب قوات سوريا الديمقراطية. وأسألك كمان أن الخطوة القادمة شو هي الآن؟ ما هو المتوقع أن يحدث؟ يعني حوار مجددا أم يعني تعيين شخصيات في دمشق؟
نائب وزير الدفاع ومحافظ الحسكة وبرلمانيين وإلى آخره. براك لم يتواجد في دمشق. كان الوعد أنه يتوجه ينقل رسائل الجنرال مظلوم عبدي بحضور الرئيس البرزاني من أربيل إلى دمشق. لم يحدث ذلك. يمكن مضت المسألة اتصالات ساخنة مع الطرفين التركي والسوري من أجل تمديد الهدنة. يبدو أن الموافقة التركية صدرت قبل موافقة دمشق. وهذا أمر مفهوم. يعني كان إذا تركيا التزمت الصمت كان فهمنا أنه المسألة في يد دمشق، لكن تركيا هي اللي بادرت. كان الحكي عن شهر، حكوا اليوم عن 15 يوم، وهي مهلة جيدة جدا من شان حياة الناس وأمانهم وعودة النازحين إلى من المدارس ومن المخيمات التي أعدت على عجل والقرى والأرياف التي تشتتوا فيها إلى مناطق سكناهم الأصلية في مناطق التماس مع قوات دمشق. والمعنى أنه هناك خطر يعني بدأ يحيق بتجربة توم براك. هناك اليوم صوت بوصول المالكي للسلطة. الإطار التنسيقي يحدد المالكي. البرزاني يرحب بهذه الخطوة. هناك احتمال لأن يصل شخص متشدد إلى حكم بغداد. هناك أيضا احتمال من أن تنفلش الحدود السورية العراقية بشكل يعني يسمح للعراق بضبط حدوده بقوة وحزم. هناك أيضا خوف من أن تندلع مواجهات بين حزب الله وبين فصائل دمشق إذا تدخلت داخل الأراضي اللبنانية، لا سيما في المناطق مثل المناطق الحدودية وبعلبك وغيرها من المناطق. إذا في كتير خوف عم ينحكى عنه اليوم، لا سيما في يعني خاصرتي سوريا، مناطق التواجد أو النفوذ الشيعي المرتبط بإيران. في هذا خوف حقيقي. تبقى أبرد الجبهات هي الجبهة الإسرائيلية، يعني هي جبهة باردة جدا، صفر اشتباكات، صفر إطلاق نار، وستاتيكو أقامته إسرائيل في تلك المنطقة. هناك يعني في حالة غليان في المنطقة الشرقية. هناك خوف اليوم بمعهد الدراسات العسكرية، بعتقد هو مركز أمريكي، بيتحدث عن مخاوف عودة داعش وكيف التفريط بقسد سيؤدي إلى فوضى وانفلات لمقدرة قسد ومعرفتها بالمجتمعات المحلية. هل كل هالأسئلة تطرح على براك في هذه الأثناء؟ الأفضل أن يذهب إلى فرصة الهدنة وتنفيذ اتفاق 18 يناير بصورة عادلة. نعم. طيب، فرص نجاح هذه الهدنة برأيك يعني تتعلق بضغوطات أمريكية، ضغوطات دولية جراء المظاهرات الكردية في كل العالم، وجراء يعني وجود رأي عام ضاغط الأحزاب السياسية والأحزاب المعارضة والصحفيين. يعني في وسائل التواصل الاجتماعي هناك حملة عالمية الآن لتأييد الكرد في سوريا، وتأييد قوات سوريا الديمقراطية التي تحمي الكرد، وتأييد كوباني التي الآن يعني يمر ذكرى العاشرة 11 على تحريرها من داعش. وعلى ضوء طبعا المناظر هو المشاهد التي تأتينا من الرقة ومن مناطق أخرى، وقبل ذلك شيخ مقصود والأشرفية، لارتكابات وانتهاكات فصائل دمشق. يعني هذا كله هل يجعلنا نتفائل ولو بشكل حذر أنه راح يصير في اتفاق شامل وتخلص المنطقة من هالتوتر الحالي؟ يعني نكون صريحين، ما في شيء اسمه تفاؤل. في جو انعدام ثقة داخل سوريا، في نوع من المكر، خلينا نسميه، في الكثير من الهدن التي جرت، في كثير من الاتفاقيات تم تمزيقها. تم نسيان 1 أبريل الاتفاقية بين وحدات حماية الشعب وبين سلطة دمشق فيما خص الشيخ مقصود والأشرفية. عندنا 10 آذار التي تعتبر فقط قسد اللي أخلت بشرط تطبيق بنود هذا الاتفاق، علما بأنه ما شفنا ولا بند تحقق من البنود الثمانية داخل الاتفاق. في جو من الخوف والترقب والتشكك الدائم من ما ستقدم عليه السلطة. السلطة تجيد باعتقادي يعني أخذ الأضواء الخضراء من الخارج من أجل، أو أحيانا يعني يكون الضوء مخاتل، مثل حالة السويدة ما كان في ضوء أحمر أخضر، وما كان في ضوء أحمر. يعني ما كان في أي من الأضواء، لكن التفسير الرغائبي لدى السلطة دفعها لارتكاب حماقة في السويد.
هناك في حالتنا، في حالة الجزيرة السورية، تعهد قطعه بحسب المونيتور الشرع لترامب بأنه لن يقدم على عملية عسكرية في الحسكة وكوباني. هذا التعهد ضد الأكراد أو ضد مناطق الأكراد، هيك كان المعنى. هذا التعهد مقطوع للولايات المتحدة، يعني بعكس فكرة الضوء الأحمر أو الأخضر. أيضا هناك تعهد باتفاقية يناير أنه سيبقى لمنطقة الحسكة وكوباني خصوصية. ما معنى الخصوصية؟ يعني أن يكون الأمن بيد أبناء المنطقة. ودمشق في آخر فترة كانت توافق على فكرة أن يبقى الأمن في السويدة بموجب اتفاقية عمان بين ترامب عفوا بين باراك والشيباني وبحضور وزير الخارجية الأردني. تم التطرق أنه أبناء السويدة هن اللي يحرسوا السويدة، ورفضها الهجر. نحن موافقين في حين رفضها الهجر. في الجزيرة نحن موافقين أن يكون الأمن معقود على أبناء المنطقة، وهذا هي الحالة الصحية والمنطقية. السكان في منطقة الجزيرة لا يأمنون كما لم يكونوا يؤمنوا لضباط النظام السابق، لا يأتمنون على حياتهم لضباط أو يعني مقاتلين جاءوا من مناطق أخرى لا يفهمون حساسيات المنطقة وتركيبتها. ولذا قست تجربة في مسار الأمن والاستقرار. بغض النظر عن التجربة الإدارية، هذا مبحث آخر، لكن تجربة الاستقرار والأمن كانت ناجحة وفعالة بحسب حتى معهد دراسات الحرب اللي أشرنا إليه قبل شوي. إنه كان في شيء من الاستقرار، كان في شيء من ضبط الأوضاع الأمنية. اليوم عندنا وضع أمني متفجر، في خوفين وليس خوف واحد، هن ثلاث مخاوف: من تدخل تركي جوي أو إلى ما هنالك، من تدخل من عمليات عسكرية تخوضها السلطة باتجاه المناطق الآهلة بالسكان والأعيان المدنية، ومن تدخل داعش، دخول داعش على خط الأزمة. وهذا سيكون مرحب به بالنسبة لبعض الجماعات، أنه تتدخل داعش، أنه يزداد الضغط على قسد فيما بعد نعالج مسألة داعش. يعني في ثلاث مخاوف مرتبطة ببعض، وهناك مصلحة مشتركة تحكمها، وهي محاربة قسد. وقسد مثل ما بنعرف بكلام مباشر جدا اليوم هي درع المنطقة. إذا أنا باعتقادي أنه انعدام الثقة أساسي. يعني لازم نعود إلى إجراءات بناء الثقة. 15 يوم منا كافي، لكن تكفي ساعة واحدة للبناء عليها. مثلا فك الحصار عن كوباني، إدخال نعم. المساعدات الإنسانية لكوباني، هذا ممكن يعتبر إجراء بناء ثقة. زميل شورش، أنا راح أحاول أخذ دور الطرف الآخر، لأنه نحن عم نطلع معهم بالفضائيات وعم يكرروا علينا سردياتهم. الواضح أنه عندهم غرفة، يعني غرفة غرفة للتنسيق. سرديات. نعم، لخلق وتضبيط السرديات، ويعني طبخ الحجج ضد الكرد. هلا هم يقولون انه نحن بدنا نعترف بوضع لمحافظه الحسكه، انه انتم عينوا محافظ. ولما بتحكي لهم عن اللامركزيه بقول لك هي نوع من الاداره المحليه الموسعه، يعني اقل من اللامركزيه واكثر من الاداره المحليه السابقه، بين ما بين. ويقولون لك ايضا تعال ناضل في دمشق، يعني نمنح لك الفرصه. ناضل في دمشق. وفيما يخص رأس العين وعفرين أيضا نتباحث في أنه الناس من حقهم يرجعوا. هم يقولون لك يعني بصراحة أنه كل من غادر أرضه وبيته يجب أن يرجع. يعني يقولون لك مثل ما يقولون أنه الكرد إخوتنا وأنا الضامن وطلعنا المرسوم 13. يعني من حيث الممكن برأيك الآن، ولنكن صريحين، ما الذي يجب أن نفعله نحن بغض النظر عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبوها بحقنا ككرد، وقبل ذلك بحق العرب في الساحل والعرب في جنوب سوريا؟ دكتور، أنا برأيي موضوع اللامركزية والمطالبة الفيدرالية، المسألة الكردية أو مسألة سكان المناطق، المسألة الجهوية، المسألة الإدارية، هي مسائل سياسية لا تنتهي بانتهاء أو بإبرام عقد معين. الآن المسألة وجودية، أنا في وجهة نظري تهم الوجود الكردي والتعايش بين الكرد والعرب والسوريان في منطقة مزدحمة بالسكان. الأولويات عندي تبدلت. عندما نكون في وضع صحي سليم داخل سوريا يمكن مناقشة مسائل مثل الفدرلة واللامركزية وسواها من مسائل. الآن نحن أمام لحظة ترسم مستقبل إثنية كاملة الشعب الكردي.
ترسم ملامح التعايش، كيف سيتعايش الكرد والعرب ضمن المنطقة مثل ما تعايشوا لقرون أو لعشرات السنين. تتبدل الأولويات دائما، لا نملك ترف مناقشة بعض الأمور، لسنا في دولة برلمانية فيها حياة سياسية نشطة لنناقش مسألة الدين والدولة ومسألة تدخل الدولة في حياة الناس. لسنا في وارد نقاش أي شيء باستثناء مسألة واحدة: حماية السكان المحليين، الإبقاء على قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية، وإن تغيرت أسمائهم. الأسماء ليست مقدسة، قد يصبحون فرق عسكرية تتبع لوزارة الدفاع مؤتمنة على حياة السكان في هذه المنطقة. الأولويات تبدلت. أنا لا تعنيني مسألة اللامركزية في هذه الأثناء بقدر ما تعنيني مسائل تخص حياة الناس والسكان والتأمين درع حماية لهؤلاء القابعين بين فكي إباد. هذا أمر مخيف جدا. لذلك الأولويات هي كيف بدنا نطبق المرسوم 13 ونبني عليه، ونعود إلى الجدل السياسي بدل الجدل العسكري. بمعنى أنا غير موافق على البند الفلاني في المرسوم وأطالب بكذا، هذا نشاط سياسي وحق مكفول لأي إنسان يمارس هذا الدور. لكن في هذه الأثناء كل ما سيتم تحقيقه من اتفاقية 18 يناير هو أمر مرحب به، خاصة فقرة إدماج جميع، مثل ما ورد، جميع قوات سوريا الديمقراطية والأسايش ضمن وزارتي الدفاع، جميع. بمعنى لا أن يكونوا كأفراد نقبل هذا ولا نقبل هذا، وبآخر شيء يتم تقليص الأسماء من آلاف مؤلفة إلى 50 اسم. هذا راح يكون إجحاف وطرح عدمي. هذا يشبه فكرة إلقاء السلاح وانتهينا. ومهمة قسد لم تنتهي بالمناسبة في مواجهة داعش. يعني حتى إذا تم نقل كل سجناء داعش وتم إفراغ مخيم الهول، المهمة لم تنتهي. والنضال الكردي السياسي لم ينتهي عند هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية إطارية تحدد طبيعة العلاقة بين الدولة، بين قوات سوريا الديمقراطية، كيف بدنا نراعي خصوصية الحسكة ونضع محافظ، تعين قسد، أسماء المرشحين، مساعد وزير الدفاع. هي مسائل فنية سهلة على قسد طرحها. تستطيع أن ترشح أسماء أو تقترح أسماء أو تعين أسماء. أنا برأيي المشكلة الآن كيف يمكن إقناع دمشق بجدوى الحل السياسي بالتقاط الأنفاس بدل سياسة التأليب وإلى ما هنالك. في ضغط أمريكي، هذا لا تخطئه العين. في ضغط على دمشق. في ضغط أوروبي أيضا. لا أحد يرغب بوجود برؤية قوات سوريا الديمقراطية أو الكرد بالمعنى التام للكلمة تحت البسطار العسكري أو تحت سكاكين جماعات مليئة بالشر والشراسة. لا أحد يريد يرى هذه المسألة. لذلك لا يجب أن نكون نحن الفخ. لا نتمنى يعني هذه السلطة تسقط في هذا الفخ، لأنه هو نحن. الفخ هو نحن. فهذا هو الأمر المرعب في القصة دكتور طارق. باقي الأمور أنا باعتقادي أنه إذا تمت مناقشة مفردات 18 يناير بشيء من حسن النية، فالاتفاقية جيدة، فيها شيء جيد: تعيين محافظ للحسكة، تعيين أسماء برلمانيين، تعيين مساعد وزارة الدفاع، ربما مناصب أخرى تخص السفارات والوزارات. هذا حق بفترة لنعطي معنى للتشاركية داخل سوريا. إنشاء غرفة مشتركة لمكافحة داعش في ظل غياب الولايات المتحدة والتحالف الدولي، وربما انسحاب أمريكا، وهذا فعل سيء على دمشق. بحسب وول ستريت جورنال اليوم أمريكا عم تفكر ترحل من سوريا، وهذا فعل سيء على سلطة الشرق. كانت أمريكا تمثل مظلة لا سياسية فقط، إنما مظلة عسكرية أيضا للشرع، وتضبط إيقاع المنطقة الشرقية والمنطقة الحدودية الفاصلة بين العراق وسوريا. ونحن نحكي عن يعني عشرات الكيلومترات المكشوفة في بادية نشطت فيها جماعات مثل داعش وجماعات أخرى. إذا بتقديري الأفضل أن نشجع الاتجاه التفاوضي، مؤمنين بالتفاوض وبالحوار مع مين من كان. نعلم يعني أنه آه، الطرفين لا دمشق ولا قسد اختاروا بعض. وقائع الحرب السورية فرضت هذا الشكل من السلطات والتمركزات لكل جماعة، ووصول جماعة إلى الحكم، وتراجع أخرى من حكم شمال شرق سوريا إلى محافظة الحسكة وكوباني. هذا مفهوم في سياق حرب سورية كانت المعارضة في فترة ما وصلت على أعتاب دمشق، فجأة تقلصت وصارت حدودها الإدارية شمال غرب سوريا في مناطق ضيقة جدا، وفي إدلب ولولا الرعاية التركية ربما انهارت.
إذا الخرائط العسكرية تتبدل، لا نستبشر خير أنه قسد تراجعت وفلان تقدم إلى ما هنالك. نحن أبناء الخرائط التي تلونت بالأحمر والأصفر والأخضر والأسود. الخرائط العسكرية اللي ممكن نشوفها بالخرائط العسكرية. إذا لا نعتمد على فكرة الخرائط، وكل ما كبرت مساحتي أشعر بالنشوة والانتصار. سلطة دمشق وصلت بفترة بعد انكفاء المعارضة إلى مرحلة كنت أن ترى سوريا كلها باستثناء شمال شرق سوريا وبقع صغيرة في إدلب وشمال غربي سوريا، كنت أن تراها كلها ساقطة في يد النظام. إذا هاي هي المخاوف، أنه نروح تحت نحو نشوة النصر، أو أنه هناك ضوء ويكون ضوء غشاش، يعني مثل الضوء اللي أشعل في باكو أثناء لقاء الوفد السوري مع الوفد الإسرائيلي في أذربيجان. ظن البعض أن هناك ضوء أخضر فيما خص الدروز وبسط سيطرة الدولة والسيادة، ومن هالكلام اللي المليء بلغة قانونية، بينما في محتواه هو كلام فارغ. بدون رضا السكان لا يمكن، لا يمكن مهما بلغت السيادة أو حق احتكار العنف للدولة أن تنسى فكرة أساسية، اللي هي حق الدفاع عن النفس المكفول للناس أمام عنف أو خطر يشعرون به. نعم. يعني الآن مع اختيار المالكي لأن يكون مرشحا للكتلة أو المكون الأكبر في العراق، المالكي معروف يعني كان ضد داعش وقاوم، ولديه أيضا خطاب متشدد حيال الشرع والسلطة الجديدة في سوريا. هناك احتمال أن تتوسع المواجهات إلى خارج سوريا، سيما وأنا البارحة سألتك عن سيناريو أنه يتم استخدام هذه السلطة ضد المكون الشيعي في لبنان وأحزابه المسلحة والسياسية، وضد أيضا الحشد الشعبي في العراق والشيعة طبعا تاليا. يعني هذا السيناريو المرعب أنه تصير حرب الكل ضد الكل، ويمكن يعني ضرب إيران أيضا، يحدث انقسام وتقسيم هناك، تتدخل تركيا، يعني تصير فوضى كبيرة. والطرف الضعيف هنا يعني هو الطرف الكردي، لنكن واضحين. يعني إنه في ظل إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو المرعب، كيف تقرأ يعني؟ بسيطرة فصائل عائدة لدمشق وبعض القوى الأخرى على منطقة اليعربية، تمت الإشارة قولا واحدا بأننا سنسير إلى كربلاء. هذا الكلام يترجم في العراق بشكل مخيف جدا. هناك خوف لدى العراق. هذا الخوف يعزز مكانة المالكي أكثر على اعتبار أنه راديكالي. أيضا يعزز مخاوف الشيعة في لبنان، سواء كانوا أمل أو حزب الله، أو حتى الليبراليين الذين يشعرون بنوع من إمكانية أن تصبح حرب هوية. وبالتالي هناك بتقديري رغبة في إضعاف إيران من خلال الدور الوظيفي لدمشق. هذا الدور الوظيفي اللي هو ضبط الخاصرتين، إشعارهم بالقلق. أنا ما بعتقد سوريا لدى المقدرة للذهاب إلى حرب مع العراق. ما في تكافؤ. الجيش العراقي أقوى، المؤسسات الأمنية أقوى، حركة الرصد والمتابعة والطيران والتسليح أقوى بكثير بما لا يقاس مع سوريا. أيضا في لبنان الوضع شائك جدا، مش يعني صعب جدا أن تتدخل قوى دولية داخل الأراضي اللبنانية، فكيف بجيش يعني لا يمكن ضبطه أن يتدخل داخل الأراضي اللبنانية. وبالتالي أنا بعتقد أن المسألة ليست حرب بقدر ما هي شد عصب إيران في خاصرتيها سوريا ولبنان، العراق ولبنان عفوا. هذا الدور أنا ما بتمنى لسوريا تنزلق لحرب إقليمية، يعني هذا أمر مخيف جدا. نذهب إلى صفين جديدة، نذهب إلى حرب سنية شيعية، أو إلى خطاب مذهبي تعبوي على طريقة صدام حسين الذي خاض حرب إلى اللحظة لا يعلم أي إنسان عاقل لماذا جرت حرب الخليج الأولى 1980 1988. ما في بين إيدينا ما يفيد أنه هذه الحرب كانت ضرورية عندما خاضها صدام حسين ضد إيران، واستمرت 8 سنوات. الحرب مع العراق يعني حرب طويلة جدا، لم يقدم عليها حافظ الأسد ولا صدام حسين. كانوا يتبادلان على الدوام الاتهامات، الشتائم، السيارات المفخخة، تبادل الجماعات المعارضة لبعض. صحيح، لكن لم تبلغ الجرأة حد هدم الحدود والذهاب باتجاه حرب مباشرة. كمان بلبنان تدخلت سوريا، حافظ الأسد داخل لبنان بطلب سعودي أمريكي مصري، كجزء من قوات الردع.
وبالتالي كان هناك رخصة دولية عربية. هل تتأمن هذه الرخصة لأجل التدخل في الملف اللبناني فيما خص دمشق؟ أنا باعتقادي كمان لا. إذا ليس هناك حرب بقدر ما هناك دائما اللا استقرار داخل المنطقة. لا استقرار مع الكرد داخليا، مع الدروز، مع العلويين، مع الآصرة السنية حتى. لا استقرار تجاه الجوار، العراق ولبنان. هذا اللا استقرار بيفرض علينا أسئلة كبيرة، يعني إنه إلى أين تتجه دمشق؟ يعني الموضوع أكبر من قسد، أنا بتقديري أكبر من مواجهة قسد. إلى أين تتجه؟ هذا بيعودنا إلى السياسة المنطقية التي تقول أنه على السوريين أن يتخذوا قرارات وطنية، قرارات سورية، يعني لا تخدم فكرة عداء الجوار. وكررنا ألف مرة أنه يجب الجيش السوري المستقبلي يكون متواضع، ليس في حجمه وليس في إمكاناته، متواضع في خياله. ما يروح لفكرة أنه يؤسس لأمبراطوريات أو لتوسعة النطاق الجغرافي السوري على حساب الجوار، أو يذهب لحروب عبثية أو يهدد أمن أي دولة من الجوار بما في ذلك تركيا. لا يجب للجيش السوري أن يهدد تركيا. هي ممكن يقولها واحد كردي، مش بس واحد عربي. والما قال الدكتور، يعني في نوع من الاستثمار في الوضع الهش في سوريا والدفع باتجاه تهديد الدولة الفلانية. يعني في شيء عبثي أكيد داخل الفصائل وعملها، لكن هناك شيء أيضا عقدي أو عقائدي، خلينا نسميه إيديولوجي، لدى جماعات معينة ترى في الحدود بأنها يجب أن تزال، ويجب أن تقام أوضاع أكثر، مأخوذين تحت نشوة إرعاب الخصوم، تخويف الخصوم الآخرين. الوضع بين سوريا والعراق حيكون حساس جدا. هذا يتطلب دائما تواجد أمريكي على طول الخط للتنسيق بين سوريا والعراق لكي لا تحدث مواجهات. ليش أنا سألت هالسؤال؟ لأنه في اليوم خبر أيضا أنه تقرير إعلامي إسرائيلي بوساطة أمريكية، هناك الآن لمسات أخيرة على اتفاق أمني بين إسرائيل والسلطة في سوريا، اتفاق سلام، وحتى فتح سفارة إسرائيلية واتفاقيات إبراهيمية. يعني شبكة 24 نيوز الإسرائيلية هي التي نقلت الخبر. شو تعليقك على الموضوع؟ يعني واضح من خلال الصمت الإسرائيلي على كل ما يجري في سوريا. بالعادة يكون لإسرائيل كثير من الكلام والتعليق على ما يجري داخل سوريا، وتعتبر أنه هي لها كلمة في المنطقة، وبالتالي مهتمة بأوضاع الإثنيات والقوميات وكذا. لاحظنا صمت إسرائيلي مريب، صمت قبور، يعني لم يتحدثوا عن أي شيء فيما خص الحرب بين سلطة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية. يعني الظاهر هذه من نتائج 5 و6 يناير. ما حصل في باريس سبق وقلنا، ما طبخ في باريس يوضع على مائدة السوريين ليتناولوه. إذا كان أكل شهي أو كان سم رح يتناولوه، خلاص انتهينا. مفهوم هذا، ما عندي مشكلة أصلا من فكرة الذهاب إلى توقيع اتفاقيات أو السلام أو الاستقرار أو تهدئة المنطقة، لكن هذا يتطلب أيضا تهدئة وطنية داخلية. يعني ما بحسسونا انه والله العرب السنة موافقين على التطبيع والكرد كانوا ضد التطبيع ولذلك يجب تأديب الأقلية العاصية اللي هن الكرد. لا، يمكن الذهاب إلى بناء برلمان سوري يناقش بعض المسائل الفنية في هذا الاتجاه، والذهاب إلى السلام إذا شاء السوريين ذلك. يعني ما في مشكلة في هذا الاتجاه. لكن هذا بيفسر لي مسألة واحدة، إنه دائما نتهم الكرد بإسرائيل، وهناك من يقيم علاقات مباشرة مع إسرائيل وسيفتح سفارات مستقبلا طال الزمن أو قصر، وسيتفق على مسائل أمنية. هي ما عند المجتمع الكردي أو الشعب الكردي أي مشكلة فيها. لا على طبعا، يعني العكس. هم الذين سيوقعون مع إسرائيل، ليس الكرد. يعني أحمد الشرع هو الذي سيوقع اتفاقية سلام، ويمكن أن يلتقي بنتنياهو كما ورد أيضا في التقرير. فالكرد المساكين لا راح يوقعوا، لا راح يحضروا غير معنيين الاجتماعات. اصلا في هذا الملف، غير معنيين، يعني ما عندهم مشكله في هذا الاتجاه. يعني الحروب التي خاضتها سلطه الاسدين ضد اسرائيل او بدعم جماعات ضد اسرائيل، ما كنا معنيين لا بالفوز ولا في الخساره. على العكس كنا ندفع دائما ثمن الخساره. زميل شورش درويش الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. سوف نبقى إن شاء الله نتابع الموضوع عن كثب. إذا ما رأينا الحاجة في عمل برامج أخرى، أكيد حضرتك مستعد. جزيل الشكر دكتور، دائما بالخدمه، تحياتي. شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين.